وفي ترى أحسن خلق يقول العلماء هو خلق الإنسان. أحسن خلق إيش؟ خلق الإنسان. خلق الإنسان. الإمام مالك مرة يقولوا كان جالس في المسجد فجاء واحد قال له أنا قلت لزوجتي يسألوا فتوى إذا ما تصيري أحلى من القمر فأنت طالق. الإمام مالك قال له خلاص طلقها الله يعينك. فلحقوا الشافعي كان تلميذ مالك طبعا كذلك يعني اجتهد بعدين وصار له مذهب خاص فيه. أدركوا الشافعي طبعا فقيه ما هو سهل رحمه الله رضي الله عنهم أجمعين. قام لحقوا الشافعي قال له ماذا قال، طبعا كان متأدب مع الإمام ما ذكر له هذا، قال له ماذا طيب قال له ماذا شو اسمه هو، قال له ماذا قال لك الإمام، قال له قال لي إنه أطلقها الفتوى. قال له الشافعي لا تطلقها. قال له لماذا؟ قال لأن زوجتك أجمل من القمر. قال له وش دريك عسى ما شفتها بس. قال له لا، لأن الله عز وجل قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان تخيل من وده يصير زوجته وجهها زي القمر. تخيل أبيض كذا وما في ملامح. على فكرة ما في ملامح، أبيض بس كذا مخطط شيء أسود بسم الله الرحمن الرحيم. تخوف هذه. القمر كله صخور وتتبرعات. فالمحل الشاهد انه الانسان جسمه اجمل من ايش؟ اجمل من كل شيء، يعني لقد خلقنا الانسان في احسن صيغه تفضيل احسن تقويم. والان دحين عندنا مفاجاه هنا، قلتوا لهم عنها ولا ما قلتوا لهم؟ دقيقه اصبر دقيقه. ها انا خايف الشباب يشردوا. لا يا حلب شيء معسل انت. خلطة ذي؟ لا مو خلطة، بحرين نبغى نفرك هنا فرق الحين عندنا. لا تخاف يا عبد الكريم، يعني اللي يدخن يبان اللي يدخن. لا تشوف الحين هذه الحين دقيقة عبد الكريم يا عبد العزيز، والله اني صراحة الشباب لا ما حيشردوا انا اتوقع والله ما في ابواب طوارئ. طيب هذا الباب منين مفتوح؟ طبق عليه ما في مشكلة والله. طيب عبد الكريم ما في مشكلة. عبد الكريم مستعد. اكرم تشوف ايش يقول محمد؟ احنا مستعدين. اقول اكرم ما اشوف حياتي 4 أشهر. طيب يا شباب دقيقة سؤال فيكم احد عمره شاف ميت؟ كيف؟ ها؟ لا ما تطلع يا حبيبتي. تعال شوف. لا تخاف، ما هو ميت. تعال يا عزيزي تعال. مستعدين على اي تجربات تنجح هذا الحمل. الله اكبر، هذا الكلام بس. تو تجربون علي هنا يا حبيبي. الله اكبر يا اخي ابو عبد الكريم هذا وجايتكم من المدينه تبي تطبقون عليه وانا اول. الله اكبر. اسمعوا الفدائيه، لاجل نجاح. اسمعوا فدائيه ابو عبد الكريم. يقول مستعد حتى تطبقوا علي انا علي هو يعني لنجاح هذا الحمل. والله ما نقدر على فراقك. عسى انت ناوي تشريك. يلا ها ممكن بعض الشباب والمشاهد طيب اوكي انا ما ادري انا احس الحين لسه يا جماعة الخير اسمعوا، نحن ما كنا نتكلم عن التدخين فقط، نتكلم عن التبغ، عن مادة التبغ نفسها. وهذه شوف هذه التبغ يتكون منها ماذا؟ يتكون منها الدخان السيجارة، ويتكون منها المعسل، ويتكون منها الشيشة، ويتكون منها النشوك، يتكون منها كل هذه تتكون من هذه والسيجار والغليون كله ما يتكون من التبغ. تمام يا شباب؟ طيب يا شباب، نعم كله هذا من البلاوي دي. طيب يا شباب معلش محمد بس لفتة. طيب اوكي انا اعسل يا اخي. طب اللي اعسله انا بالفواكه مو تبغ فواكه. الحين تبغى مخلوط بفواكه. استنى حيبينون الحين هو تبغى نفسه. انا اقول لكم شيء ابو الحسن، بقول لكم شيء يا اخوان. من يعرف مركب مكونات الاجراك؟ مكونات الاجراك وش انا اعرفه. وش الاجراك هو؟ زفت مو زفت حق الشارع. يحطون فواكه زي العنب زي ما ادري وش زي فواكه ايش؟ قديمة معفنة. القديمة ذي قديمة. هم يعفنوا الفواكه، يعني فواكه مخمجة وتعبانة وتلفانة وخربانة يعفنوها زيادة. لو يجيب لك تفاحة خربانة تاكلها؟ لا. اللي يشرب معسل وشيشة ياكلها؟
بس. هم لو تحط الفاكهه نفسها ما تولع، ما تولع، ولكن التبغ يحطونه حتى ايش؟ تولع هذه الماده، ولكن يعني ممكن بعضكم الحين يعني يقول ليش انا تكلمت بهذه الصيغه؟ لانه والله بصراحه يعني انا بصراحه كلامي دائما اقول لان بعض المدخنين وبعض الناس يكابر، يقول لا هذا كلام فاضي كله، مرة كلام فاضي، ولكن والله صدقني إذا ما أنت ما اتعظت الآن من هذا البرنامج، والله أبو فهد قالها لي مرة، قال يا عبد العزيز أنا ما لقيت هذه الأشياء والبرامج والتوعيات اللي أنتم الآن ممكن كان واحد يجي يقول لي يا أبو فهد اترك الدخان وبس، ولكن الآن الناس تنظر في كل وقت لهذا الشيء. شوف هذا الشيء الحين أبو الحسن، خلينا نوريهم عشان الوقت. طيب يا شباب هذه إيش هي ذي؟ هذه رئة إنسان حقيقية. يا ابوي انت قاعد لنا لا أفا يا أبو عبد الكريم ولا حق الإعلان اللي أعلنته قبل شوي. يلا معكم. طيب شوفوا يا شباب، هذا إنسان دخن لمدة 10 سنوات فقط. هذه الرئة استوردناها طبعا من دولة من الدول، وطبعا يا لطيف ريحتها الله يستر. فشو اسمه هذه قلت لكم دخن لمدة كم؟ 10 سنين. ايش هو لون الرئة الأصلي؟ وردي. الوردي. كيف صار لون الرئة الحين؟ ايش لونه؟ ايش هو اللون الأسود؟ تعفن. هو هذا، شوفوا هذا قطران، هذا هو اللون الأسود وهو القطران، وهو سم زعاف أعوذ بالله منه. تعرف ايش هو القطران هذا؟ القطران يا جماعة الخير خليه كذا على أساس الورق. القطران تعرفوا الزفت الذي يوضع قبل الاسفلت؟ هو هذا من مكونات السيجارة، وهذه الكمية 450 جرام. لو يدخن المدخن كل يوم نصف بكت يعني 10 سجاير لمدة سنة، هذه الكمية كلها تصبح في صدر المدخن أعوذ بالله. يعني طيب اللي يدخن بكت كامل خلال بكت وما حصيلة أبو فهد بالنهاية بعد 40. يقول لكم وما حصيلة أبو فهد الذي دخن 40 سنة من هذا. كل يوم كم بكت أبو فهد؟ بكت أقل شيء صح؟ 3 بكتات ولا بكتين. طيب يا شباب شوفوا هذه ما يطلع من الجسم ما يقضى عليها، يخرج منها بس بشروط معينة. طيب كذلك شوفوا النقطة البيضاء اللي واضع عبد العزيز يده عليها، ما هي هذه النقطة؟ هذا هو سرطان الرئة، وهو يا شباب اسمعوا هذه المعلومة، أشرس سرطان خلقه الله أعوذ بالله منه. سرطان الرئة هذا إذا داهم الرئة أعوذ بالله منه، يعني صعب العلاج منه إلا إذا تدخلت يعني عناية الله عز وجل وفضل الله سبحانه وتعالى. تفضل. أبو فهد مشغول الأنجرة من حد الصباح هذا مننا وما فيها. يقول لكم أبو فهد الرئة اللي عنده الأعضاء مشولة من هنا من هذا المكان، مشولة اللي فوق كله مشول. يا لطيف. كل جميع ما فوق مشول. تفضل. الله أكبر الله